السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ورجعت لكم النهارده من الهند. طبعا احنا بنلف مع بعض العالم، بنجيب اشهر الوصفات وبنحاول ان احنا نطبقها بحيث ان هي تناسب كمان ذوقنا العربي. اتمنى يا رب وصفة النهارده تعجبكم. هي وصفة الفراخ المشوية على الطريقة الهندية والباكستانية. تابعوا معايا الخطوات عشان بجد هتستمتعوا بيها. اتمنى بس قبل ما نبتدي ان انتوا دايما تكونوا تدعموني بالسبسكرايب واللايك والشير، لان الموضوع بجد مجهد. هندخل على الطريقة على طول او المقادير بتاعتنا. احنا محتاجين للوصفة دي فرخة كاملة متوسطة الحجم، يعني مثلا كيلو ونص، اتنين الا ربع، بحيث ان هي اما نتبلها ونسويها ما تاخدش معانا وقت في ان هي تاخد البهارات بتاعتها، وكمان تستوي بسرعة. احنا كمان هنحتاج للوصفة بتاعتنا تقريبا بصلاية متوسطة الحجم، وكمان طماطماية متوسطة الحجم، وحوالي 5 فصوص من الثوم. البهارات في الوصفة دي كتيرة شوية، بس انا هسيبها لكم في صندوق الوصفة عشان ما تتلخبطوش. بس سريعا على عجال هقول لكم ايه هي تقريبا نص معلقة من الفلفل، معلقة من القرفة، معلقة من الكركم، ومعلقة من البابريكا، ومعلقة من الشطة، ومعلقة من الملح، و3 فصوص من الحبهان، و3 من القرنفل، ومعلقة من الزعتر. تقريبا انا قلت لكم، ومعلقة كبيرة من الكزبرة. معانا كمان معلقتين من الصلصة، ومعلقة من العسل. هنستخدم معلقتين من اليوجورت او الزبادي، معلقة من الطحينة، وهنستخدم حوالي 3 معالق من عصير الليمون، وهنستخدم معلقة من الخل، ومعلقتين تقريبا من الزيت. طيب هنعمل ايه بقى؟ محتاجين كمان فحم، ده في الاخر خالص عشان يدي نكهة الشوي، وبرضو ده اختياري، يعني ممكن تعملوه ممكن لا، لان هي اصلا طبيعة الحال طعمها لوحده كده من غير نكهة الفحم حلو قوي. طيب هنجيب الفرخة بتاعتنا، ومن الظهر كده هنقسمها من عند السلسلة بتاعة الظهر، وبعدين نقلبها من عند الصدر، ونفس الشيء نكرره. هنعمل فتحات كده في الصدر علشان لما نحط التتبيلة بتاعتنا تتغلغل للفراخ كلها. ونفس الشيء عند الورك كده من تحت زي ما انتوا شايفين في الفيديو، هنقطعها كده يمكن 3 فتحات او حاجة حسب حجم الفرخة، ونفس الشيء في الوراك. بعد كده هنجيب المدق بتاعنا وهندق شوية كده عليها علشان تتفتح معانا، فبحيث ان احنا لما نيجي نسويها ما تاخدش وقت خالص في التسوية. كمان في التتبيل ما تاخدش برضو وقت. انا في اللي هي العظمة بتاعت اللي هي الجزء بتاع الصدر ده، انا بشيلها عشان تسهل معايا ان التوابل توصل للحم بتاع الفراخ بشكل جيد. ظبطنا الدنيا الحمد لله. كده تمام. بناخدها بقى نبتدي نعمل التوابل بتاعتها. نجمع اول حاجة من الناحية الناعمة في المبشرة زي ما وريتكم كده في الفيديو. هبشر البصلة بتاعتي ناعم، وبعدين هجيب الطماطماية برضو ابشرها ناعم كده. بشرنا البصل والطماطم، هنجيب التوم بتاعنا بقى بأي حاجة، بهرسة التوم، بالكبة، أي حاجة. نهرس التوم كويس ونحطه عليه، لأن هو صراحة بيديلها نكهة مش طبيعية، يعني بيخلي طعم الفراخ فعلا حلو جدا. حطينا التوم بتاعنا، هنبتدي بقى ننزل تدريجيا ببقية التوابل. معلقتين الصلصة اهم، وهننزل بالليمون، وهنحط كل التوابل اللي احنا قلنا عليها، وهنحط معلقة العسل، وهنحط الطحينة والزبادي. هنقلب الخليط مع بعض كويس، وهننزل بآخر مكونين بعد كده اللي هو الخل والزيت. حوالي معلقة خل ومعلقتين من الزيت، ونقلب تاني الخليط كويس قوي
لحد ما كل حاجة تتجانس مع بعضها كده، تبقى يعني واخدة الشكل الكريمي اللي انتوا شايفينه. هنبتدي بقى ناخد من الخلطة اللي احنا عملناها دي ونحط في قلب الفراخ، يعني نفوت كل التوابل دي في قلب الفراخ من جوه وتحت الجلد، ونتأكد انها وصلت لكل منطقة في الفراخ من بره ومن جوه. كده تمام، احنا تبلنا الفراخ كويس. هنسيبها ترتاح بقى شوية معانا، يعني ساعتين كده لو ورانا حاجة نعملها، وبعدين نرجع لها تاني عشان تكون شربت من الخليط كله. فأنا هحط الستريتش راب عليها واسيبها كده ترتاح. وعند ما اجي ادخلها الفرن ببتدي اللي هي الخطوة بتاعة الفحم، احطه على النار. ولما تطلع مباشرة بحط الفحم، واكون حاطة معلقة زيت في طاسة واطش بيه الفحمية واغطيها كويس جدا بحيث انها تتشرب من الفحم. اما بتطلع بقى بتبقى بالجمال والطعامة دي. الوصفة دي بنقدمها مع رز باكستاني ان شاء الله، اعمله لكم الفترة اللي جاية، واستنوني في وصفات كتير مناسبة لشهر رمضان الكريم، وكمان رجوع المدارس من جديد. ربنا يعين الجميع. كل عام وانتم بخير، ويا رب تكون وصفتنا النهاردة سهلة وبسيطة وتقدروا تنفذوها. ومتنسوش اللايك والشير والسبسكرايب، والسلام عليكم.